السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ فيديو جديد معاكم النهارده مع ام شهد. ده فيديو خاص بحبيبتي اللي طلبت البوظه، هعملها لك اهو من عينيا. تعالوا نقول المكونات معانا. اول حاجه معايا نص كوبايه من الدقيق، شرب على احسن. معايا نص كوبايه من الدقيق، معايا كوبايه من السكر، بنفس الكوبايه ديت معايره كوبايتين ونص من الميه، معايا معلقه صغيره من ميه الورد، معايا معلقه صغيره من الخميره الفوريه. لو عندك خميره بيره تبقى افضل، الخميره البيره في الوصفه ديت افضل. تعالي اول حاجه هنعمل ايه. هنجيب كوبايتين ونص الميه ونحط عليهم كوبايه السكر، وهندوبهم كويس لحديت لما السكر يدوب. حبيبتي يعتبر ده بشويه، احنا كده كده في المراحل الجايه هنفضل نقلب. وهضيف الدقيق اللي هي نص كوبايه الدقيق تدريجيا، وهقلب بالمبرد السلك بالمضرب السلك ده كله وانا بره النار، على الرخامه عادي يعني. هحط الدقيق شويه شويه تدريجي كده وادوبه كويس مع الميه والسكر. حبيبه قلبي انا دوبت الدقيق والميه بالسكر في الحله بتاعتي دي. هحط عليها ميه الورد، معلقه من ميه الورد، معلقه صغيره، وهقلب شويه صغيرين، وهحط الحله بتاعتي على النار. حبيبه قلبي الخليط بتاعي على النار اهو، هفضل بس اقلب فيه لحد ما احس ان هو اتماسك شويه. الخليط اللي هو في الحله اللي هو ايه، اللي هو كوبايه السكر ونص كوبايه الدقيق وكوبايتين ونص من الميه. هفضل اقلب كده شويه المكونات بتاعتي. وما تنسيش حطينا كمان معلقه صغيره من ميه الورد. لو ما عندكيش ميه ورد تقدري تحطي فانيليا. وهفضل اقلب كده لما المكون بتاعي يتجانس مع بعضه او يبقى عامل زي البشاميل شويه كده. حبيبه قلبي برضك انا ايديا في الخليط بقلب فيه بالمضرب. لو عايزه انت كميه اكتر من كده تقدري تضاعفي الكميه، بس انا عامله كميه صغيره بس علشان خاطر اوريها لك، لان احنا مش بنحب البوظه فعاملاها علشان خاطر اوريها لك بس يعني. عايزه انت تضاعفي الكميه تقدري تضاعفيها زي ما انت عايزه. بصراحه ديت ابسط طريقه واسهل طريقه يعني. حبيت اوريها لك يعني، طريقه سهله وان شاء الله هتعجبك. بس عندي الولاد بيحبوها يعني، انا وزوجي وبنتي ما بنحبهاش. الولاد بيحبوها. فانا صغرت الكميه علشان بس يعني تبقى يا دوبك على قدهم. فانت لو عايزه كميه اكتر من كده تقدري تكبريها، تقدري تضاعفي يعني المكونات. حبيبه قلبي لو انت ملاحظه الخليط تقل اهو، في المرحله اهو تقل اهو بقى، زي يعني عملت زي البشاميل شويه. هطفي عليه، انا طفيت عليه دلوقتي اهو، تقل زي ما انت شايفه اهو. انا دلوقتي هطفي عليه واسيبه يبرد خالص. لما يبرد يعني مش يبرد خالص خالص، يبقى دافي سنه دافي سنه عشان ما تبوظش الخميره. هضيف عليه الخميره، وهقول لك الخميره هنفكها ازاي لما الخليط بتاعي يبرد. حبيبه قلبي انا سبت الخليط بتاعي اللي هو بتاع البوظه على الجنب. تعالي بقى اما افك الخميره. انا قلت لك لو عندك خميره بيره يفضل يعني. انا حطيت نص المعلقه بتاعت اللي هي معلش المعلقه بتاعتي الخميره في الطبق، وحطيت عليها معلقتين كبار من اللبن، واحط عليها معلقه من السكر، وادوب الخميره بتاعتي في معلقتين اللبن ومعلقتين كبار من اللبن ومعلقه من السكر، وهضيفها على الخليط بتاعي. حبيبه قلبي الخليط بتاعي اهو برد. دلوقتي هضيف عليه خليط الخميره اللي هو الخميره بمعلقتين لبن كبار بمعلقه السكر، وهدوبها كويس زي ما انت شايفه اهو، ما شاء الله تقل كويس. هو المفروض بقى اللي يحصل، المفروض اغطي على الحله بتاعتي. انا مولعه الفرن، ولعته وطفيته، الفرن بتاعي دفي بس، ولعت الفرن وطفيته دفي بس. هغطي الحله بتاعتي او الحاجه اللي انت هتعملي فيها البوظه بتاعتك، هتغطيها وتلفيها وتحطها في مكان دافي وتسيبيها ساعه. ده اقل حاجه، تسيبها ساعه تخمر وبعدين تقدميها. حبيبه قلبي بعد ما بتسيب البوظه ساعه او اكتر من ساعه في مكان دافي علشان تخمر، بتطلعيها وتحطيها في الخلاط. بسم الله. زي ما انت شايفه ما شاء الله تقيله معايا اهي. بتحطيها في الخلاط وتضربها كويس. حبيبه قلبي انا ضربت البوظه في الخلاط كويس، وهبدا اصبها معاكي. احنا طبعا بنبقى نشتريها في كوبايات، فاحنا هنصبها في كوبايات يعني زي ما بنبقى نشتريها. اتمنى يا حبيبتي يا رب ان هي الوصفه تعجبك.
انا عملتها يعني ما شاء الله يعني شكلها حلو. ان شاء الله طعمها هيكون جميل يعني. وهزينها بقى باي مكسرات عندك عايزه انت تزينيها بقى باي مكسرات عندك الموجود عندك المتوفر عندك تقدري تزينيها بيه يعني. حبيبة قلبي، وبكده نكون خلصنا الوصفة بتاعتنا النهاردة اللي هي البوظة وعشان خاطر عيونك. اتمنى يا رب ان هي تعجبك. وكانت دي وصفتي معاكم النهاردة، اتمنى يا رب فعلا ان هي تعجبكم كلهم وتعجب محبي البوظة. كانت معاكم ام شهد من قناة شهودة، مع لقاء تاني في فيديو تاني. ما تنسونيش حبيب قلبي في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.